واحدة من المجالات اللي مجال الهندسة ده من المجالات الكبيرة، من المجالات هندسة المساحة دي من المجالات. Mr. Samir, Yes. please come with me. Okay. السلام عليكم. وعليكم السلام. طبعا أنا اسمي سامي وخريج جامعة السودان، هندسة بتاع المساحة والمجال بتاع الهندسة ده واحدة والشركة بتاعتكم دي أنا بالنسبة لي واحدة من الفرص الكبيرة اللي أنا نفسي يعني أشتغل فيها وأنا متأكد يعني. عندك خبرة كم سنة؟ أنا والله خريج جامعة السودان ويعني لغاية السي ما عندي خبرة، وبالنسبة لي حتكون فرصة كبيرة جدا إن أنا يعني أكسب الخبرة بتاعتي يعني. يا أحمد، شو قلت لك ما تدخل لي ناس ما عندهم خبرة؟ والله يا باشمهندس ده كان السي في الوحيد اللي فيه كفاءة. يا باشمهندس أنا عارف إن البزنس ما بيستحمل، لكن حتى لو أبدأ معاكم كفترة تدريبية. احنا شركتنا ما بتستحمل تجربة. أول الدفعة. أنت ما عندك خبرة. فكلامك ده ما بينفع معي يا أستاذ سامي، والسي في بتاعك ده تبي له تشرب مويته. تفضل. عارفة إنك هتتفاجأ برسالتي دي، بس بجد يا سامي لقيت نفسي ما قادرة أصبر أكتر من كده. عشان كده حبيت أقول لك إنه ولد عمي جاني وتقدم لي. باي يا سامي، بالتوفيق لك في تفتيش الشغل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف اخبارك يا اخوي؟ الحمد لله. ان شاء الله طيب. الله يبارك الحمد فيك. لله انا ما جارك ساكن بيجاي. احنا جيران. جيران والله يا صاحبي. سلام. وش اسمك منو ما عرفتني عليك؟ انا اسمي سامي، شرفنا بيك. يا سامي يا اخي، يا سلام يا اخي. وين شغال يا سامي؟ انا ما مهندس مساحه، مهندس. لكن انا جديد يا مان وقاعد افتش لي في. تشرب جبنه. انا لي 6 شهور من انترفيو لانترفيو، واليوم ده كان أسوأ انترفيو انا مشيته. تفضل. يعني انا الظروف اللي انا مر بها دي انت يا صاحبي ما بتكون ذاته شميتها. انتم ما لقيتوها سهله. تليفونات بيجاي اسمع داير لي شغل، اوب اوب تلقى لي شغل، عرفتها؟ بالمناسبه الكلام ده ما تقليل منك نهائي. انت قال انه نحن ما مرينا بين كل ظروفك دي. انا ما جاي جديد. يا سلام. مولودين شكلك صح؟ فعلا والد هنا. ما عشان كده انتوا يا مان صراحه يعني الظروف اللي انتوا مارين بها دي انت قال يا سامي انه نحن جينا لقينا الشغل جاهز. اقول يا سامي قبل كده اشتغلت مع زول 6 شهور ما اداني مرتبي، ليه تقول لي انت 6 شهور تمشي انترفيو؟ عليك الله يا سامي. والله انا قربت افقد الامل،
انت ماشي في المرحله الصحيحه بالمناسبه، انت ماشي في طريق صح. انت سلمت علي وما بتعرفني ليه؟ زمان كنت بقعد ناس قاعده تدق اسامي، بس قلت لك ما تفقد الامل بس.